صباح الخير. نهار كله بركات ونعم ومحبة ويسر وأمان. الحواس الخمس حقيقتها هي مش مصممة عشان تتجه للخارج دايما، لا، الحواس الخمس هي موجودة لاتجاه الإنسان للداخل، عشان الإنسان يسمع صوت قلبه، يسمع روحه هي بترشده يعمل ايه، يقعد مع نفسه ويسمع، فما يلهيهاش بسمع عن مسلسلات اغلب الوقت وهكذا الى اخره. الكلام عشان الكلام يكون لصالح الانسان، الكلام عشان الافكار، الكلمات اللي هو بيقولها تبني حياة، تبني الافكار اللي هي اساسا الافكار اللي في صالحه، الافكار اللي تنفعه، فبالتالي تبتدي ان هي تردد الامور اللي تنفعه. الحواس الخمس، اللمس، يبتدي ان هو يقوم يشق حياته بالعمل اللي هو جاي الامر بتاعه من الداخل، من خلال السمع، من خلال البصر، ان هو شايف نفسه، شايف شغفه، شايف روحه، شايف رسالته، شايف خدمته في الحياة. فالحواس الخمس تتجه لجوه الانسان، تتجه للقلب، تسمع صوت الروح، تسمع القلب، تشوف حقيقة الانسان، تشوف الحاجات اللي المفروض ان ما تبقاش موجودة فيه، ويغرس مكانها بذور جديدة للامور اللي تكون في صالحه، اللي بيحبها، بذكاء، بقوة، بعمل. هنا بتكون هو مسخر الحواس الخمس لصالحه، مسخر الحواس الخمس للاتفاق بين ارادته وبين ارادة الله، الاتفاق بين مشيئته وبين مشيئة الله. لما يسمع جوه عايز منه ايه الحاجات اللي في صالحه، لما يسمع قلبه وقلبه فيه اكتر حاجات هو بيحبها، القلب مركز المحبة، فبالتالي لما يسمع له ويسمع ازاي يقوم بالامور دي، ويبقى عنده بصيرة للحاجات، الرسائل اللي ربنا بيبعتها له اللي بتساعده، يبقى عنده بصيرة بحقيقة الناس اللي حواليه، مين الناس فعلا اللي بتساعده، مين الناس فعلا اللي بتساعده على انه يقوم بالخدمة اللي المفروض يعمل بيها في الحياة، يخدم نفسه وربه ومجتمعه. فهنا بيبتدي اللي جوه يبني كيان، يبني علاقة قوية جدا مع نفسه، فالعلاقة دي بعد كده بتتجسد بره، بتنعكس بره، كما في الداخل كما في الخارج. الانسان كيان مستقل، هو يقدر يبني حياته بنفسه، لكن لما يعرف شوية امور هنعرفها سوا. شكرا.